عسلامة ومرحبا بكم في نهاية جديد في روتين جديد وفي فيديو جديد على القناة. شنو حوالكم؟ شو عامل فيكم سيدي رمضان؟ كيفاش قاعدين تعديو في الايامات الاخرى والكل متاع سيدي رمضان؟ ان شاء الله تكونوا يا ربي لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة الكل. اليوم عملت خبيزات مبسين، عملت اشكال 4 اشكالات هكا. اذا انتريسي باش تعرفوا الوصفة والكل اكتبولي في الكومنتات، ان شاء الله يا ربي نعاود لكم الوصفة ونعطيكم الحكارات بالديتاي. قبل ما نبداو الفيديو متاعنا ما تنسوش باش نربحوا الاجر العظيم بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه اجمعين. وما تنسوش زادا باش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، تعملوا لايك للفيديو كان عجبكم وتخليوا لي قليبات في الكومنتات. نعرف لاني الانستغرام تاعي للتواصل، ميرسي على المساجات اللي قاعده توصلني في الانستغرام، تسلوا عليا والكل. صدقوني ما نعرفش قريب وجاني قوي شويه، ذاك علاش غبت عليكم الفتره هذه. ان شاء الله يا ربي في الايامات الجايه مش مازال هو على العيد والكل نحضروا مع بعضنا شنو ما الحاجات للعيد. ان شاء الله يا ربي كان قعدنا حيين منها لك النهار. اليوم جبت لكم وصفه جديده اسمها عش البلبل. خديت لهنا كعبتين بطاطا، قشرتهم وغسلتهم وربيتهم وبعد بعد ما ربيتهم عصرتهم مليح مليح لين ما تخلي فيهم حتى قطرة ماء، لازم حتى قطرة ماء ما تقعد لهم. وخذيت لهنا بيضة حطيت فيها شوية زعتر والكل وما زدتهاش الكل خاطر الكمية متاع البطاطا متاعي ما كانتش تجي كبير، معناها شوية انتم عندكم ميزانكم، خاطر اني كعبتين البطاطا اللي خذيتهم صغيرين. بعد لهنا زدت النشا خذيت مقدار مغرفة كبير، يعني كتشوفوا مغرفة الصغيرة هذيك عندكم ميزانكم معناها. ونخلط بعد زدت عليها فوحتها بشوية فلفلة كحلة، شوية بسباس وشوية كركم. انتم واش تحبوا اللفاحات اللي تحبوا تحطوهم، معناها اللي ما كانش عندي نعناع ما حطيتش، هذاك علاش ما حطيتش. وتحطوا لهم فيفا ملح، انتم ما تعرفوا اللي احنا نطيبوا بلاش ملح، ذاك علاش راهو في الريسيتات نتاعي في وصفاتي مش تلقاوهم يا قليل الملح اللي نحطه يا ما فماش جمله. بعد ما خلطتهم الكل وتأكدت من القوام، طبعا عندي كمية شو اسمهم القوالب اللي عملت فيهم كل اللي فيين اللي يطيبوا في الكوشة جي طابلة كمية، يعني ما طيشتهمش المرة اللي فاتت كي طيبت فيهم ما طيشتهمش خاطر نعرف روحي مش نعاود نستعملها. دونك دهنتهم بالزيت مليح مليح باش كي نلصق عليهم البطاطا معناها ما تلصقليش البطاطا، حتى كي نجي نحاها والكل تتنحى معايا بسهولة. يعني ما سرعتلكمش الفيديو خليته لكم معناها على طبيعته باش تراو كيفاش معناها تحب الخاطر هي طولوا بالكم شوية معاه. تحب طولة البال تحب طولة الخاطر. باش نخليهم على جنب. وخذت لهنا شيشة اللحم مفروم، هذا اللي بقالي من اللحم مفروم، تبلته بشوية فلفل أكحل، شوية تابل يحب التابل راهو اللحم البقري، شوية زنجبيل، شوية كليل كي باش تبلته وخلطته مليح مليح. وبعد قسمته على ديبول صغيرين، يعني عملت ستة وتكورها، لأن من المستحسن يكون اللحم المفروم معناه مفروم ناعم، يعني يعطيولي خشين شوية. ونسيت الجزار ما قلتلوش معناه يزيد يعاود لي يرحيهولي مرة أخرى باش يولي لحم مفروم. وتو مش نحطه في طبق الكوشة، مش ندخلهم الاثنين مع بعض على درجة الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة لين تروها طابت البطاطا. لأن يومي ترمي في الحلال مطيبنا حلال معاملة عجة. اليوم العالمي للبطاطا، لأني خرجتهم من بكري
وخليتهم يبردوا على خاطرهم، خاطر إذا كان باش تنحيهم وتقلعهم وهما مازالوا سخان، البطاطا دوبا ما تخرجها من الفرن راهي باش تكون طري، ماشي معناها مش تكون طري، لازمها تبرد على خاطرها باش تجمو معناها تشيح وتجمو تنحيوه في على أقل معناه. شوفوا لهنا كيفاش جاوني، شو طلعوا يا ما تتكسر. وتوا الحشوم حطوا فيهم اللي تحبوا انتم، تحبوا تحطوا فيها مثلا كما نقولوا نحنا تحطوا فيها الحمد رسول سلاد، تحبوا تحطوا اللي تحبوا انتم. اني عندي لهنايا خس، كنت نقص في السلاد والكل، خليت شويه خس هكاكا فيه البلون وفيه الاصفر وفيه حاجه مزيانه، عملتها كيما التبن اللي تحطوا القش اللي تحطوا العصفوره في العشه متاعها والكل. واللي بوله كمان متاع اللحم كانوا هما اللي البيضات معناها اللي زاف. هذا هو الوصفة متاع اليوم، هذه هي الفيديو متاع اليوم. ان شاء الله يا رب يكون خفيف ظريف على قلوبكم. مرحب يا هلال، أهلا كيف الحال؟ مرحب يا هلال، أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا